ما تقولش بقى مثال بقى اسمه ايديوم. اسمه ايه؟ ميديوم مين؟ اسمه ايديوم. ايديوم مثل. المثل بتاع النهارده عايزك بقى الحاجات دي بالذات تاخدها تطبقها مع اصحابك مع في البيت كده. المثال اللي عندي النهارده او المثل اللي عندي النهارده هو في المشمش وبقى قابلني لو حصل. ده عندها. ده ايه؟ ده عندها. لا عندها بس. ازاي اقول بقى بالانجليزي؟ يا عم خلاص 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 يا جماعه. ازاي اقول بالانجليزي في المشمش؟ مش هيحصل وبقى قابلني لو حصل. حد يعرف؟ اللي يعرف اديله 20 جنيه. انزل مشمش. لا. بالمناسبه الامثال الشعبيه مش بتترجم حرفي. ده هو اصلا بتبقى في كلام معين ليه معنى تاني اصلا، بس الكلام ده لما بيتحط جنب بعضه بيكون جمله جديده اللي هو المثل الشعبي ده. طيب انا هقولها لكم. بيج. يعني ايه بيج؟ كنا واخدينها. لا دي بالبي، دي بيج. الثانيه بيج كبير. لا يحفر دج بالدي. دي بالبي. ها مين فاكر بيج؟ بيج اللي هي خنزير. دلوقتي انا بفهمك المثل عشان ما تنساهوش. هو يا جماعه الخنزير بيطير؟ عمرك شفت خنزير عنده جناحات بيطير؟ خنزير مش بيطير. طيب بص المثل عشان تقول للواحد مش هيحصل وابقى قابلني في المشمش ده عندها، هتقول له when pigs fly. when pigs يعني ايه fly؟ يطير. pigs خنازير. الترجمة الحرفية بتاعتها لما الخنازير تطير. انت عارف زيها عندنا؟ احلاء. لما تشوف ايه؟ حلمة ودنك. يعني مش هتحصل. هنا بقى بالانجليز عندهم نفس الحاجات زينا. لما الخنازير تطير. لما الخنازير تطير ساعتها هتبقى تحصل. دي بقى معناها ايه؟ في المشمش اللي هي حاجة عمرها ما هتحصل اصلا. اتفقنا؟ او المثل ده عايزك تستخدمه على طول بينك وبين صحابك. ما حد مثلا يطلب حاجة منك وانت مش عايز